مرحبا ويعطيك العافية. المبعثرة على طريقتنا الفلسطينية أو بيض وبطاطا والإضافات ضيفيها زي ما بتحبي عزيزتي. بالبداية بصلة صغيرة مع فلفل أخضر حراق وحبة فلفلة لو موجود عندك، شوحتهم على النار. بعدها عملت حبة بطاطا مكعبات بهذا الشكل وغسلتهم وصفيتهم وضفتهم على البصل والمكونات وشوحتهم عزيزتي. بغطي النار وكل 3 دقايق بأحرك بهذا الشكل، وما تعلقوا اني بأحرك بمغرفة حديد على قلاية تيفال الموجود عملت فيه. المهم عزيزتي شوحتهم بهذا الشكل كل شوي والتانية بغطي وبأحرك لغاية ما البطاطا تدخل معايا بالسوا وتستوي. عندي 4 حبات من البيض، حطيتهم بصحن، بعدين ضفت ملعقة ملح، فلفل أسمر وشوية من الكمون وحركتهم عزيزتي بهذا الشكل. بعدها عزيزتي بدي أضيفهم على حبات البطاطا بعد ما أتأكد إنه البطاطا معايا استوت. بحرك بالبداية بهذا الشكل، صارت معايا تمام جاهزة. وقبل ما أضيف البيض عزيزتي بحرك آخر مرة وبعمل شكل يعني مرتب عشان أضيف البيض بهذا الشكل عزيزتي. إما بتضيف البيض مخفوق أو بتضيف البيضة زي ما هي تعمليها عيون. أنا بحبها بالطريقتين، برضو لما بحط البيضة زي ما هي برضو كتير طيبة. وبقى أحرك بهذا الشكل بعد ما غطيت وعلى طول البيض بيستوي معايا. خلاص بأمزج المكونات مع بعض بهذا الشكل. هيك صارت معايا جاهزة. بحب أزينها أنا بشوية من عروق البقدونس، ولو حابة تضيفي على الوجه بابريكا أو شطة أو رشة الكمون، هذا إشي إضافات ترجع لك. أتمنى تكون نالت إعجابك، تدعميني أكتر بالقناة.